مساء الهنا والورد والفل والياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة حلوة. هنعمل كيكة شوكليت سهلة وسريعة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. طبعا كلنا في الجو البرد ده بنبقى عاوزين نشرب حاجة سخنة، ومادام هنشرب حاجة سخنة يبقى لازم ناكل معاها حاجة حلوة. فدي اسهل حاجة ممكن تعمليها، وفي نفس الوقت بجد احلى حاجة ممكن تعمليها. كيك الشوكليت مع الشاي او العصير مفيش احلى من كده. يلا بقى بسرعة نشوف عملنا ازاي. نقول بسم الله. انا استخدمت كيك دريم شوكليت الجاهز. واول حاجة معانا نص كوباية من الزبدة. انا حطيت نص كوباية زبدة بس زودت عليها شوية زيت، لان طبعا الزيت بيفنش الكيكة اكتر. وهنحط عليهم 3 بيضات يكونوا بحرارة الغرفة. وهنضرب البيض مع الزبدة لحد ما يمتزجوا مع بعض. اول ما اللون يبتدي يفتح معايا هنزل بقى عليهم بالبودر بتاع الكيك. وهنحط كمان نص كوباية من اللبن. ونرجع نضرب تاني بالمضرب لحد ما كل المكونات بتاعتنا تندمج مع بعضها. ولو حسيتي ان الكيك بتاعك لسه سميك شويه ممكن تحطي ربع كوبايه لبن كمان. انا حطيت ربع كوبايه لبن علشان حسيته ان هو تقيل شويه. ونرجع نضرب تاني. وكده عجينة الكيك بتكون جاهزة والقوام بتاعها مناسب جدا. بكون بقى مجهزة الصينية او القالب بتاعي، انا دهناه بالزبدة. وهنزل بقى بخليط الكيك. ونخبط القالب بتاعنا خبطتين علشان نخرج الهواء الزيادة وندخلها في الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة عالية 180. وده بيبقى شكلها بعد ما بتخرج من الفرن. بنخرمها كده بعود خشب وبنسقيها بنص كوباية من اللبن البارد. بنستنى 5 دقايق الكيك يهدى شوية وبعد كده بنسقيها باللبن. ويلا بينا على الخطوة التانية نعمل كريمة الشوكولات. معايا 3 كوبايات من اللبن. هحط عليهم 4 معالق كبار من السكر. وكمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام.
وطبعا هنقلب في الأول على البارد علشان الكاكاو يدوب في اللبن. وبعد ما الكاكاو يدوب كويس هنحطه على النار ونقلب فيه لحد ما يسخن معانا. أول بقى ما يبتدي يسخن هكون مجهزة نص كوباية من اللبن، وهحط فيها 3 معالق كبار من النشا وشوية فانيليا صغيرين، ونقلبهم كويس جدا وبعد كده ننزل بيهم على الشوكولاتة. ونفضل نقلب فيها لحد ما الكريمة تتقل معانا. وعلشان الطعم بتاعنا يكون أغنى هحط مكعب كبير من الشوكولات، ممكن نستخدم شوكولات عادي أو شوكولات خام. ونفضل نقلب فيها لحد ما تبتدي تغلي معانا كده، نقفل بقى عليها وكده تبقى جاهزة معانا. وده بيكون شكل كريمة الشوكولات بعد ما سبتها تبرد خالص. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ممكن تستخدميها في حلويات كتير جدا. اما بقى بالنسبة لسر لمعتها، فانا قبل ما بتبرد بحط فيها مكعب زبدة كبير، وهو ده اللي بيديها اللمعة التحفة دي. نسيبها بقى تبرد خالص جدا لان انا عايزة استخدمها وهي باردة. ونعمل بقى الكريم شانتيه. انا استخدمت 3/4 كوباية من بودر الكريم شانتيه المحلى، عليهم 1.5 كوباية من اللبن المثلج، او ممكن نستخدم مية، وبرده تكون مية متلجة. وده الكيك بتاعنا بعد ما سيبته بارد خالص. والكريم شانتيه بعد ما ضربته بالمضرب سيبته في التلاجة علشان يتماسك معايا اكتر. بعد كده هنحط بقى الكريم شانتيه على الكيك. وكده بنكون سوينا طبقة الكريمة بتاعتنا. هنحطها برضو في التلاجة نص ساعة ونرجع تاني نجيبها. انا بقى معايا بندق كده مكسراه قطع صغيرة، هحط شوية من البندق وبمعلقة كده هندخل البندق في الكريمة ونسويها. بعد كده بقى بنكون حاطين الكريمة بتاعت الشوكليت في الكيس بتاع الحلواني، وهنحطها على الكريمة بنفس الشكل كده. انا مش عايزاها تبقى متساوية، يعني عايزة الشكل بتاعها يبقى زجزاجي كده شوية. وبعد ما حطينا الكريمة هنجيب معلقة من الكاكاو البودر ونرشها على وش الكيك. وده شكل الكيك بتاعنا بجد تحفة.
وهنزينه بشوية فرماسياي، ونزينه برضو بشوية بندق كده وبس، مش اكتر من كده. وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما قطعناه، بجد تحفة. المفروض نسيبه في التلاجة من 2 ل3 ساعات علشان يبقى متماسك كده. انا بصراحة ما قدرتش استحمل، هي نص ساعة وقطعتها على طول. بجد شكلها تحفة وكمان طعمها يجنن. شايفين الطبقات بتاعتها متماسكة ازاي؟ اما بقى بالنسبة لكريمة الشوكليت دي طعمها حلو جدا، انت ممكن تعمليها لوحدها كده زي التانت وتاكليها، مغذية قوي، وكمان لو عندك اطفال صغيرين هيحبوها جدا. وفي نهاية الفيديو بتاعنا، وزي كل مرة بقولكم لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس. وبس كده، سلام.